السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده هنعمل مكرونه محمره، طريقه سهله وبسيطه جدا. في ناس كتيره ما بتعملهاش او ما تعرفش بتتعمل ازاي عشان بيفضلوا المسلوقه اكتر. لو جربوا دي ان شاء الله هتعجبهم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. متنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. يلا. حطيت هنا الزيت سخن وحطيت كيسين مكرونه وهقلب، ولازم نقلب باستمرار عشان تبقى لون بعضيها. يعني ثواني نوقف، ثواني ايدينا كده ونقلب على طول. نفضل نقلب ونستمر في التقليب لحد ما تحمر. ده شكلها بعد ما احمرت، لونها كده وده لونها. طبعا الإضاءة عندي مش باينة قوي، بتبقى حمرا، الإضاءة مطلعاها فاتحة شوية. هدي عصير طماطم، ننزل كل الطماطم، هديها بهارات، معلقتين صغيرين حلوين كده. ده فلفل اسود، معلقة برضو صغيرة، واقلبها كويس كده في الصلصة وهسيبها تسبك. وبعد كده اديها الشرب كده. بعد ما سبكت شوية شربت الطماطم شوية عصير الطماطم، هديها الشوربة كده خلاص. والشوربة بنخليها مغطية المكرونة خالص كده، اغطيها تستوي. سيبها تستوي واوريكم شكلها لما تغلي. شوفوا المكرونة كده بتغلي بتتشرب، شايفين شكلها؟ اول ما تشرب الشوربة دي كلها تبقى استوت. هنغطيها تاني. يلا بقى نكمل سوا. هنهدي على النار دلوقتي، عليها النار. اول ما تغلي قوي نهدي، تبتدي تشرب بقى خلاص. بوريكم شكلها بعد ما تستوي. ده شكل المكرونه بعد ما استوت، شايفين جمالها؟ شايفين؟ ده شكلها تبقى جميله جدا في الاكل. يلا سلام عليكم.